انا عايز رايك انت، رايك وضميرك انت. الكرة دي اوفسايد ولا لا؟ في صورة عليها خط بزاوية عاملة كده، دي بتقول ان الكرة اوفسايد، والصورة التانية بتقول ان الكرة مش اوفسايد. انا عايز ضميرك. ليه؟ لان الكرة دي كرة الهدف التاني اللي اتلغى لزد امام النادي الاهلي، واللي بسببه حصل النادي الاهلي على نقطة ممكن عادي جدا جدا يكسب بسببها الدوري. فطبعا ما ينفعش حد يشكك في بطولات النادي الاهلي. سؤال مهم جدا جدا جدا: هل احنا في 2026 في عصر التكنولوجيا وصلنا لمرحلة ان واحد زيي قاعد على كرسي بيعمل فيديو ان الكورة دي اوفسايد ولا لا؟ المفروض المنظومة او الحكام او الفار او المخرج او الكاميرات يبقى عندها الدليل القاطع. الواحد زي زملكاوي لما يجي يتكلم على الكرة دي يخرس ويحط لسانه جوه بقه علشان هم اثبتوا ان الكرة دي مش اوفسايد. ولكن هل الكرة دي اوفسايد ولا لا؟ معرفش. انا واحد صاحبي هو اللي قال لي الموضوع ولبسني فيه فجيت عملت فيديو بس. لكن من وجهة نظري الشديدة جدا جدا اللي انا عندي بقى رأي في الموضوع، ان الاهلي بيتساند دايما من التحكيم. الاهلي دايما الحكام بتساعده في حاجات بتتعرض وحاجات لا، وحاجات بتتشاف وحاجات لا، وزوايا بتستخبى وزوايا لا، وحاجات بتيجي كده وحاجات ما بتجيش كده. المهم في الموضوع ان النادي الاهلي ليه تثبت لي كل يوم ان النادي الاهلي ده اللي واخد 45 دوري بطولاته في منها حرام. بس نقطة اخدها الاهلي حرام. لو دعبست بقى كده ودورت هتلاقي في بلاوي. دي كورة زد امام الاهلي وكورة الهدف التاني. انا عرضت الصورتين وانا شايف ان الكورة بعد ما بصيت فيها كذا مرة وشفت لحظة لعب الكورة وشفت كل حاجة وشفت الصورة وشفت طبعا بيعملوا خطوط غريبة جدا ما بتحصلش في اي حتة في العالم، بس قدام الاهلي بيعملوا خط كده وخط كده وخطين جنب بعض مش على اللاعب وكل حاجة. انا عايز رايك في الكومنتات، ولايك مهم جدا وشير مهم جدا للفيديو وفولو او متابعه لو انت اول مره تشوفني. سلام.